مش المفروض تمرن العضلة مرتين في الأسبوع؟ لا مش المفروض، لأن الموضوع مش قرآن. وعشان ألخص لك الموضوع ده عشان ترتاح أنت وأي حد بيفكر في الموضوع ده، دلوقتي أنت العضلة ليها عدد مجاميع المفروض تتمرنها على مدار الأسبوع، تمام كده؟ تمام. النهاردة مثلا لو أنا هتمرن مثلا لعضلة الصدر 12 مجموعة 10 مجاميع أيا كان بقى، فاهمني؟ مرنت يومين هتقسمهم على اليومين. طب مرنت 3 اقسمهم على التلاتة. طب إيه الأفضل، أمرن العضلة مرة ولا مرتين؟ الأفضل النظام اللي هيساعدك انك تتطور. احنا مش عايزين نكون حافظين مش فاهمين، لان لعبة السوشيال ميديا دي لعبة رخيصة. ليه بقى؟ في كلام بيتقال على السوشيال ميديا عشان الناس تعمل ريتش بس، يعني في كلام بيتقال مش ده اللي بيحصل في التدريب اصلا، حتى مش ده اللي بيحصل في البرامج اللي بتتبعت للناس اللي هي بتسمع الكلام ده وتروح تتمرن مع المدرب اونلاين. فالقصة كلها فين؟ انت تختار برنامج تدريبي يناسبك، تلتزم عليه مش اقل من 3 شهور وتشوف التطور عاجبك مرضي بيه. طب تحكم على التطور ازاي؟ انك تكون ملتزم بكل حاجة 100% صح. عايز تطلع لبرنامج تاني اطلع لبرنامج تاني، واطلع لبرنامج تالت، واطلع لبرنامج رابع، وغير، مفيش اي مشكله خالص. بس ما تغيرش كل شهر، ادي كل برنامج وقته عشان تشوف نتيجته. والبرنامج الافضل استمر عليه، حتى لو انا جيت قلت لك مره بالبرنامج كذا، دي افضل حاجه تانية عايز اقول لك عليها عشان الناس كتير ما تعرفهاش. كل اللي منتشر على السوشيال ميديا هم 5 6 برامج تدريبيه محدش بيتكلم غير عنهم، ولكن البرامج التدريبيه كتير جدا، لكن الناس بتتكلم على اشهر 5 6 برامج. خلاص هم دول اللي بيتكلموا عنهم بس، خلاص دي حاجه مقدسه. لا مفيش حاجه مقدسه. فانت عايز تتمرن مرتين مرة مرتين، عايز تتمرن 3 مرة 3، عايز تتمرن مرة. احنا بنقول لو انت مبتدئ خليك انك مثلا تمرن العضلة مرتين. يعني اسهل نظام ممكن تختاره او نظامين ممكن تختار منهم بوش بول ليج او ابر لو. لو انا هرشح لك بوش بول ليج بس. الموضوع مش صعب، بس الناس بتحاول تصعبه لك عشان خاطر تقول ايه ده، طب انا هقعد بقى اعمل ده كله، طب انا مش عارف ايه، عشان تروح تشترك معاهم في التدريب الاونلاين. طب هل انت لما بتروح تشترك مع مدرب في التدريب الاونلاين ما بيدكش قيمه؟ لا بيديك قيمه، بس يعني معلش في الكلمه انا مش هطلع اصعب لك حاجه عشان خاطر اخليك تشترك معايا. انما لو كونك انت مثلا شخص جاي عارف الخدمه اللي انا بقدمها وقد ايه هتضيف لك، دي حاجه تانية. ما هو اصل هو الموضوع يا جدعان مش برنامج تدريبي وبس، والله ما برنامج تدريبي وبس. ولو فكرت كده في الموضوع شويه ولقيت معظم الناس اللي بتقول لك لا لازم تمرن العضله 3، لازم تمرنها 4، لازم تمرنها 5، لو بصيت على الناس دي هتلاقيهم ما عندهمش عضلات. الله، ايه يا جدعان انتوا مش ناس جامده وفاهمه؟ فين عضلاتكم؟ لا ده اصل انت ما شفتش هاني رمبودي. هاني رمبودي عامل ازاي واشهر مدرب في العالم؟ لما تبقى هاني رمبودي يبقى كلمه ملخص الكلام، لما تبقى هاني رمبودي يبقى زيه، اعمل كرش وبتاع. انما في مبدأ جميل قوي بيقول ايه، كان العلم نفع نفسه. اللي بيديك معلومه لو عارف يطبقها على نفسه ويوصل بيها النتيجه خد منه المعلومه، لو مش عارف يطبقها على نفسه ويوصل لنتيجه تاخدش منه المعلومه ايا كان دارس ايه. طالما بينزل يتمرن وبيروح الجيم وبيكلمك على أنظمة وأفضل أنظمة، لو مش عارف يوصل للنتيجة بالكلام اللي بيقوله يبقى ده واحد حافظ مش فاهم. بس صباح الفل.